تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 عقب فوزه على نظيره الطوغولي بنتيجة هدف دون رد مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة. وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع رامي بن سبعيني من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز أصبح في رصيد المنتخب الجزائري 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، متبوعا بمنتخب غينيا الاستوائية بسبع نقاط، ثم منتخب الطوغو بنقطتين، وأخيرا ليبيريا بنقطة واحدة. وستقام الجولتان الأخيرتان في الفترة الممتدة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، حيث ينتقل المنتخب الجزائري إلى مالابو لمواجهة غينيا الاستوائية برسم الجولة الخامسة قبل استضافة منتخب ليبيريا في الجولة الختامية من التصفيات. هذا وكان منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين رسميا إلى منافسة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالإضافة إلى المنتخب الكاميروني. هذا وبعد ضمان الجزائر التأهل رسميا للكان، بدأ فوزي القجع الاتصال بالمدرب وليد الركراكي والضغط عليه من أجل التتويج بالكأس الإفريقية بالمغرب، وعدم السماح للمنتخب الجزائري بالتتويج وخطف اللقب من قلب المغرب، الذي سيشكل صدمة كبيرة لفوزي القجع الذي يعول وبقوة على المنتخب المغربي من أجل التتويج باللقب وتحقيق البطولة الغائبة منذ زمن طويل على المغرب.